يا صباح الورد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في خير وسعادة. في فيديو النهاردة هعمل معاكم وجبة غدا مغذية ولذيذة جدا، بسيطة جدا في مقاديرها وطريقتها، ولكن شكلها فاخر جدا. طبعا هي صيامي، تنفع في العزومات قوي لان شكلها مشرف جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف الطريقة والمقادير مع بعض. اول حاجة هنا معايا المقادير، معايا حبة من البدنجان تكون كبيرة، وحبتين من الفلفل الرومي الاخضر، حبتين من الفلفل الالوان الاحمر والاصفر، حبتين كده متوسطين من البصل، وست طماطمات متوسطين. خلاص كده شايفين دي المقادير بتاعتنا. طبعا كلها مغذية وحلوة جدا ومليانة فيتامينات ومعادن وبروتين، يعني وجبة لذيذة جدا. يلا بقى نشوف الطريقة مع بعض. معايا هنا الخضار البدنجانة، غسلتها وبعدين قطعتها مكعبات، وضفت عليها معلقتين كبار من النشا وحبة من الملح وقلبتهم مع بعض. لو ما عندكيش نشا تقدري تحطي البدنجان في مية وملح. بعد كده هنا 6 حبات الطماطم انا عصرتهم في الخلاط، وحبتين البصل قطعتهم مكعبات صغيرة، والفلفل الالوان برضو غسلته وقطعته مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. يعني الخضار كله اتنضف واتقطع وبقى جاهز. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة لازم نشتغل في حاجة واسعة، يعني نشتغل في صينية او حلة واسعة. هضيف حبة كده من الزيت، حوالي 3 معالق كبار، وبعد كده هضيف البصل. بعد كده هضيف رشة من الفلفل الاسود ورشة صغيرة من الملح. الفلفل الاسود بيدي البصل نكهة حلوة اوي وهو بيتحمر. هقلب البصلة لغاية ما يدبل، بس مش هسيبه ياخد لون ولا اي حاجة، يدوبك بس يدبل ويكون لونه اصفر شوية. بعد كده هنزل ب3 فصوص من الثوم المفرومين ناعم، بيدوا نكهة حلوة قوي للوصفة دي. هقلبه برضو لغاية ما ريحته تطلع. بعد كده هضيف الفلفل الالوان، اقلبه بس لغاية ما يدبل، ما سيبهوش ياخد لون ولا اي حاجة، يدوبك بس يدبل. شايفين طبعا الصينية عشان واسعة متحكمة في الحاجة وبعرف اقلب كويس، فاشتغلوا في حاجة واسعة يعني. بعد كده هنضيف البدنجان. زي ما قلت لكم، لو ما عندكوش نشا تحطوه على البدنجان، حطوه في ميه وملح. اهم حاجه ان الخطوات دي بتخلي البدنجان ما يشربش زيت كتير، ويفضل كده حلو، وما ينزلش ميه كتير كمان. بقلب البدنجان لغايه ما لونه يتغير، حوالي 20 دقيقه على نار متوسطه. شايفين هو بالظبط عامل زي السبانخ، يعني اول ما بينزل النار ويبتدي ياخد سخونيه كده بيدبل على طول. شايفين شكله. بعد كده هنا معايا توابل، معايا توم باودر، بصل باودر، رشة من جوز الطيب، كركم، كاري، بابريكا، فلفل اسود، ملح. معلقة صغيرة من كل حاجة ما عدا الكركم والكاري، نص معلقة صغيرة بس. هقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس قوي مع التوابل. شايفين شكل الوصفة حلوة جدا. بعد كده هضيف الطماطم، هضيف كمان معلقتين ونص كبار من الصلصة المعلبة، هضيف كمان معلقة كبيرة من الكاتشب، معلقة واحدة بس، ممكن تزودوا معلقة كمان بس انا هضيف واحدة بس. الكاتشب بيدي الوصفة دي طعم حلو قوي، بس لو مش موجود عندكم خلاص نقدر نستغنى عنه. هقلب كده لمدة 10 دقايق لغاية بس ما يتسبك 3/4 تسبيكة بس، طبعا عشان هو لسه هيدخل الفرن. شايفين شكله. لغاية هنا الخضار خلص وممكن يتاكل كده مع رز مع عيش، والوصفة حلوة جدا. بس انا هعمل تركة كده هتنقل الوصفة دي في حتة تانية خالص. هضيف كده حوالي 4 معالق كبار من الزيت، هضيف عليهم 4 معالق كبار من الدقيق الابيض، واقلبهم لغاية ما الدقيق يتشرب كل الزيت، مش هسيبه ياخد لون ولا اي حاجة. بعد كده هضيف مكعبين من مرقة الخضروات، هضيف مكعبين لان انا البشاميل بتاعي مش هضيف له اي ملح. ضفت مكعبين من المرقة. بعد كده هنزل بالمية بالتدريج، مية عادية من الحنفية. هضيف كده حبة مية وابتدي اضرب كويس قوي كده علشان ما يكونش فيه اي تكتلات. اضيف المية بالتدريج، لو ضفت المية مرة واحدة البشاميل بتاعها هيكون خفيف ومش حلو خالص. لازم نضيف المية بالتدريج ونفك كده الدقيق لغاية ما يكون معانا كده بشاميل كريمي، ما يكونش فيه اي تكتلات. شايفين انا بضيف شوية مية وبعدين بقلب.
خلاص كده شايفين قوام البشاميل حلو جدا. هوريكم قوامه دلوقتي بعد ما اخلص اضافة مية. شايفين ده قوامه حلو جدا، لا هو خفيف ولا هو تقيل قوي. بعد كده هضيف فلفل اسود واقلبه واسيبه بس ايه يعني يتكتك كده شوية على النار، وبعد كده هشيله. شايفين قوامه عامل ازاي؟ حلو جدا. انا ما ضفتش هنا اي ملح. شايفين ده القوام بتاعه، انا ما ضفتش اي ملح خالص لان انا ضفت مكعبات مرقة خضروات وهي ملحة. تعالى بعد كده نشوف هنعمل الاكله بتاعتنا دي ازاي ونركبها كده على بعض ازاي. هجيب الخضروات بتاعتي اللي انا عملتها. شايفين شكلها تحفه. واي صينيه عندك، انا عندي صينيه بايركس، انت اي صينيه عندك هتنفع، ألمونيوم، تيفال، طاجن، اي حاجه هتنفع عندك. هضيف كده الخضروات كلها. الصينيه دي هتبقى طبقه من الخضروات وطبقه من البشاميل بس، يعني طبقتين. بظبط كده شكل الخضروات بتاعتي. شايفين شكلها بجد تحفه وريحتها تجنن. بعد كده هضيف طبقة البشاميل. كتروا بقى قللوا في البشاميل زي ما انتوا عايزين، بس انا حابة ان الوصفة بتاعتي تكون طبقة البشاميل كده تكون عالية كده وحلوة. الوصفة دي كنت عاملاها في عزومة، فبصراحة انبهروا بيها. ضفت هنا طبقة البشاميل كلها. تقدروا تضيفوا عليها جبنة موتزاريلا صيامي او تعملوا التركة دي اوفر يعني. ضفت هنا معلقة صغيرة خالص من الكركم، وهضيف حوالي ربع كوباية من المية، مية عادية من الحنفية. هضيف كمان معلقة كبيرة من الزيت، وبعدين هقلبهم مع بعض. وده الخليط اللي انا هدهن بيه وش الصينية، علشان انا بصراحة ما عنديش جبنة موتزاريلا وهي موفرة قوي يعني، دي هتديني لون حلو. الصينية بعد ما ضفت الخضروات وضفت البشاميل سبتها بس 5 دقايق علشان وشها كده يتماسك واقدر ادهنه بالفرشة. طبعا في الوقت ده انا مسخنه الفرن على درجه حراره 180. هحطها في الرف الوسطاني لغايه ما تاخد لون ذهبي. بعد كده لمده 20 دقيقه. بعد كده بطفي الفرن واشغل الشوايه تاخد لون، وبعد كده بطلعها. شايفين ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. انا مش هقطعها معاكم لان انا قلت لكم انا عاملاها في عزومه وعايزه اسيبها كده على السفره يعني. بس شكلها بجد كان تحفة وحلوة جدا، وزينتها كده بأوراق من البقدونس، وبصراحة كانت هايلة وكله انبهر بيها. طبقة من الخضروات المغذية وطبقة من البشاميل، كانت أكلة فاخرة من الآخر يعني. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. أشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.